وقت ما يكون فيه هدوء، وابدأ الكلام بهدوء واحترام. أنا محتاجة أتكلم معاكم عن حاجة حاسس إنها مهمة بالنسبة لي. رقم 4، اربط كلامك بمشاعرك مش باتهامات. بدل ما تقول انتوا بتتحكموا فيا، قول أنا حاسس إني مش قادر أختار لوحدي وده مضايقني. رقم 5، اقترح حل وسط. أنا ممكن أجرب اللي بتقولوه، بس كمان نفسي أجرب حلمي، تعالوا ندي فرصة لبعض. رقم 6، لو الضغط مستمر ومؤذي، اطلب دعم خارجي. اطلب دعم صديق ناجح، قريب فاهم، أو حتى معالج نفسي، مفيش عيب. أوقات بنحتاج حد يقف جنبنا ويفهمنا ويوصل الصورة بهدوء. وخلي بالك، التغيير بياخد وقت والمقاومة واردة، بس لما تبقى واضح مع نفسك بتعرف تمشي بثبات حتى لو الطريق فيه تحديات. في ختام حلقتنا أحب أقول لكم إن في كل لحظة بتحاول تلاقي فيها صوتك وسط الزحمة، صدقني أنت بتكبر وبتتعلم وبتخلق لنفسك نقطة تحول. ما تنسوش تشاركوا الحلقة لو حسيتوا إنها لمستكم أو تنفع حد غيركم، واستنوني الحلقة الجاية عشان نحكي عن موضوع بنحس بيه كلنا، الزهق والملل وقت الامتحانات. يا ترى نعمل إيه فيه؟ كنت معاكم نانا جمال في نقطة تحول، وافتكر صوتك يستاهل يتسمع. سلام مؤقت.